هلو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عارفه راسي غبرت عليكم، داكشي علاش كنطلب منكم مسامحه. ولكن راكم عارفين الحياه ما كتكونش ديما ضروري شي مرات كتحسوا براسكم ما عندكمش الانرجي، باغيين تبقاو غير في الفراش، ما باغيين ديروا حتى حاجه، وهذه واحد الحاجه اللي نورمال. فهمتي؟ كلشي كيدوز منها، راه ماشي ماشي كاينين شي ناس اللي اكسترا اوردينير، كلشي هذه حاجه طبيعيه. كنت قريت في واحد الكتاب ديال الدكتور ابراهيم الفقي واحد العباره كتقول لك: لولا وجود عدم المعنى ما كان للمعنى معنى. فهمتي؟ ديما فاش كدوزو من هاد لي مومون اللي كتكونوا فيهم لتحت، ديك الساعات كتعلموا شنو هي المعنى ديال انكم تكونوا الفوق. يعني كتولوا تقدروا انك فاش تكون عندكم انرجي زوينه وتكون عندكم انرجي طالعه ويكون عندكم الوقت وديكشي، كتعرفوا كيفاش تستغلوه وكيفاش تقدروه. المهم بلا ما نطول عليكم، هذا غير اكسبليكاسيون واعذار كنعطيهم لكم حيت كنت غابره. ولكن مهم، الحمد لله ها انا عدت اليكم من جديد. مهم ان شاء الله في هذا الفيديو نهضروا على الكرا، حيت درت كيسيونير في انستغرام وكلشي سولني على كي درت لقيت الكرا. دابا واش نكمل لكم الفيديو هنا في هذا المكان الجميل، عارفه بلا طلعت لكم التلفازه في راسكم، ولا نخرجوا لبرا نمشيو لشي بارك ونهضروا تما. هم المهم انا حنوده جبتكم لواحد البارك خاوي، راه ما فيهش الناس بزاف، كاين واحد الجروب مور هاد الجهه، ولكن فهمتي هربت منهم باش نجلسوا في راحتنا. الدنيا خاويه، طبيعه جميله. ودابا ان شاء الله انتظروا معنا. المهم انا ديما كندي معايا هاد الكرسي، خديته يمكن بشي $10، كنديه معايا لاي بلاصه، كنخليه في الطوموبيل. فهمتي؟ في الكوفر ما كيشدش بلاصه بزاف، باش الا مشيت شي بارك ولا شي بلاصه وما كانش فيها الكراسه كنجبدو بكل سهوله وكنحطوه. المهم ها هو الشيء سهوله. المهم نجلس هنايا وديك الساعات نتعاودي شويه. ايوا دابا نبداو على بركه الله. بعدا عاودوا لي نتوما اش اخباركم، كي غاديين مع الحياه، كتبوا لي في كومونتيرات. كنتمنى تكونوا كدوزوا نهاراتكم مزيان وبخير وعلى خير. المهم ان شاء الله في هذا الفيديو نعاود لكم على الكرا وبشحال انا كاريه دابا وشحال كنت كريت قبل في ديك الديور اللي كنت ساكنه فيهم قبل، وان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو. المهم هادشي اللي كنهضر عليه دابا غيكون بالنسبه لهاد الولايه، ولايه ميزوري، وفي المدينه اللي انا فيها سان جوزيف. بلايص اخرين ما نقدرش نضمن لكم الاثمنه ولا نقول لكم بحال بحال ولا هذا. المهم انا نعاود على التجربه ديالي وعلى هنايا. فاش كنت يلاه جيت كان داك السيد الصديق ديال خويا هو اللي دبر لي الكرا عند واحد السيده مغربيه هنايا. المهم كنا ساكنين هي مولات الدار وحنايا ثلاثه بينا ديال البنات اخرين كنا كاريين معاها. كنت كاريه بيت ب $500. المهم في الاول كان كلشي مزيان غادي بخير وعلى خير. المهم شويه بداو كيبانوا شويه د المشاكل. النصيحه اللي نعطيكم هي فاش تجيو لهنايا حطوا لي ليميت بينكم وبين الناس اللي تسكنوا معاهم، ضروري تخليو الاحترام بيناتكم. ديك كثرة المهاوده وانكم كتبغيو تحسبوا الانسان بحال راسكم، بحال خوتكم، بحال صحابكم، ما كايناش. فهمتي؟ من الاحسن يخلي بنادم لي ليميت باش ما يندمش من بعد. المهم انا ما كيعجبنيش نهضر بزاف في هاد المواضيع ونطول فيهم، خلي دبر راسو اللي دار شي حاجه، الله يجازيه عليها. ولكن نصيحه لكم هي فاش تجيو لهنايا وتسكنوا مع بنات اخرين ولا هذا، خليو ديما الاحترام ولي ليميت بيناتكم. ملي كتبغيو تبنيو واحد العلاقه قريبه بزاف كيبدا شي يدخل في شي وتما فين كيوقعوا المشاكل. فهمتي؟ داكشي علاش لي ليميت واحد الحاجه اللي زوينه وزوينه بزاف. ايوا المهم كريت ب $500، كريت واحد البيت تما. والديور هنايا بعدا يفاجئوكم فاش تجيو تلقاهم ديال الخشب دايرين بحال ديال اللعاب. الا طلعتوا في الدروج كتبقاو تسمعوا ديك الصوت ديال الخشب. المهم في الشكل انا كنت كنتخيل زعما داك الشيء يكون متقدم علينا، ولكن لا، عندهم هنايا البني بالسيما وديك الشيء غالي بزاف. ديك الشيء علاش كل شيء تقريبا كيبني بالخشب والبني ديالهم ماشي على الصح. المهم هذه من بين الحوايج السلبيين اللي ما عجبونيش في الديور هنايا. سكنت في ديك الدار شي 5 شهور، من شهر 9 فاش كنت يلاه جيت حتى التالي ديال شهر 2. صافي في ديك الاول ديال شهر 2 كنت بديت كنقلب على شي بلاصه اخرى اللي نسكن فيها، حيت ما بقيتش مرتاحه. ديما فاش تكونوا ما مرتاحينش صحتكم النفسيه هي اهم حاجه. الا مثلا لقيتوا واحد التضارب في الافكار وداك الشيء، من الاحسن الانسان يبعد، ياخذ ليسباس ديالو، ياخذ لا ديستانس، باش ما كتمرضوش راسكم نفسيا وما كتدخلوش في الدراما. خليونا بعاد على بركه علينا غير بعاد من المغرب، ماشي تزيدوا على راسكم حتى الستريس والمشاكل النفسيه. المهم ما تفاهمتوش مع شي حد، خذوا لا ديستانس ديالكم وبعدوا. المهم فاش بديت كنقلب بديت كنسول الناس كاملين اللي كنعرف، الميريكانيين اللي خدامين معايا، الاتش ار. كنت دخلت زيلو
هذه واحد لابليكاسيون اللي كيكونوا فيها تقريبا الديور كاملين، وكتدخلوا الماركت بليس. وكاين واحد الموقع يلا شفتو ديك النهار عند واحد السيده كنعرفها سميتو apartment.com، فاش كتدخلوا له كتلقاو فيه بزاف ديال الديور فهمتي. ولكن من الاحسن انكم تلقاو مثلا شي روميت تفاهموا نتوما وشي حد واحد شي بنت واحده اخرى مغربيه ولا دري الا كنتو نتوما دراري، تلقاو شي حد اللي يكري معاكم كيكون سهل فهمتي. حيتاش الديور ديال جوج ديال البيوت 3 ديال البيوت كاينين بزاف، وتقدروا تلقاوهم بين 800 900 دولار فهمتي. يعني رخاصين الا قسمتوها على جوج د الناس ولا على 3 د الناس كتقام رخيصه بزاف. صافي فاش بقيت كنقلب وسولت الناس اللي خدامين معايا، واحد السيده خدامه معايا قالت لي راه كاين واحد لابارتمون قريبه لنا، غير هي كانت بعيده على الخدمه بشي 24 دقيقه. المهم مشيت شفت الدار فيها جوج ديال البيوت، فيها كوزينه حمام، كانت نقيه زوينه. غير المشكل الوحيد اللي كان فيها ما كانش فيها الاساس، ولكن انا كنت ديك الساعه الله يجعلني نجلس غير في الارض. المهم انني نكون مرتاحه ديال راسي. كنت كريتها ب 550 دولار، وزائد انكم كتخلصوا الضو الماء وديك الشيء كان كيتقام عليا بشي 100 دولار 120 هكاك، بالضو بالماء بالغاز بكل شيء. ايوا صافي المهم هي هذيك بديت كنشري شي شويه ديال الاتات شويه بشويه. دابا نحط لكم التصاور. المهم كاين هنايا واحد جوج ديال لي ستور، كاين وورث ثريفت وكاين جود ويل وكاينين حتى واحد اخرين. هادو كيبيعوا لكم الاتات القديم المستعمل فهمتي، فيه الاتات فيهم الحوايج فيهم كل شيء. كنت مشيت وكنت واحد النهار مشيت كان عندي الزهر، لقيت واحد الفوتوي بيض نفس الستيل ديالي نفس كل شيء، ولقيته ب 50 دولار. تخيلوا معايا 50 دولار، الكراسه كبارين ب 24 دولار. المهم كنت خديت بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الاتات للدار. كان ديك الشيء رخيص فهمتي، يعني شي 200 دولار شريت بها بزاف ديال الحوايج. الناموسيه كنت خديتها من امازون حيتاش ما كنتش نقدر نبقى بلا ناموسيه، كنت اوردريتها فاش كنت ننتقل لديك الدار. يمكن شي يومين 3 ايام كتوصل لكم حتى لباب الدار. يمكن كنت خلصت شي 285. ايوا صافي المهم اهم الحاجه بحال اللي قلت لكم الانسان يكون هاني ديال راسو ومرتاح، حيت فاش كتكونوا مرتاحين كتقدروا انكم ديك الانرجي ديالكم دوزوها في شي حوايج اللي زوينين تكريو بها واحد لا فالور اجوتي ليكم والناس اللي دايرين بكم، حسن ما انكم تضيعوها في الخوا الخاوي وتستريسيو راسكم. برك عليكم غير الغربه، ما تزيدوش عليكم مشاكل اخرى. ديك الدار سكنت فيها من شهر 3، من الاول ديال شهر 3 حتى التالي ديال شهر 8. شهر 9 رحلت عاوتاني. كانت زوينه نقيه ترونكيل. غير هي واحد النهار كنت مرضت، بقيت كنقول دابا الا وقعت لي شي حاجه راه ما كاين لا يدق عليا لا يقول لي حتى حاجه فهمت، ما يعرفونيش حتى شنو وقع لي. وجاتني شي شويه بحال الخلعه وقلت خاصني نسكن مع شي حد اخر فهمتي. اكثر هي انا ما مولفاش انني نسكن بوحدي، حيت حياتي كامله كنت مدوزه مع عائلتي. اول مره نسكن بعيده عليهم ونسكن بوحدي كانت قاصحه بزاف. هي زوينه من واحد الناحيه حيت كديروا اللي بغيتو ديما سكات ديما هذا، ولكن من ناحيه اخرى شي شويه قاصحه. المهم على حساب البيرسوناليتي، كاينين شي ناس كتجيهم زوينه. انا ماشي ما عجبنيش الحال، عجبني الحال في بزاف ديال الحوايج. غير هي شي مرات كنبغي انني نتكومونيكا مع الناس وتكون عندي واحد الانتراكسيون ريال. وفاش كنت نرحل للدار الجديده مشيت سولت الاتش ار ديالنا، وكنت في نفس الوقت كنقلب في ماركت بليس في زيلو. ولكن الاغلبيه ديال الديور في ماركت بليس وزيلو وفي لي زاجونس اللي كتمشيو لهم خاصكم يكون عندكم شي حد اخر، حيت كتلقاو دي زابارتمون خاويين بحال هذيك اللي انا كنت ساكنه فيها. يعني ما كاينش حتى روميت، خاصكم نتوما تدبروا على الروميت. في الاتش ار ملي مشيت سولتهم قلت لهم راني كنقلب على شي حد اللي نسكن معاه. كانت هاد السيده اللي انا ساكنه معاها دابا حتى هي كتقلب على شي حد اللي يسكن معاها فهمتي. المهم صافي هي هذيك عيطوا لي في الاتش ار قالوا لي راه كاينه واحد السيده، عطاوني النمره ديالها. هضرت معاها، هي ماشي مغربيه ولكن كبيبره في السن، في عمرها 58 عام، ترونكيل. كيعجبها الكالم، كيعجبها تبقى في الدار فيما ما كتخدمش، كتبقى غير في الدار كطيب، كتجي عندها الوالده ديالها مره كيجلسوا كيشعلوا التلفازه فهمتي، يديروا مسلسلات كوريين بالصبليونيه. جاني ديك الجو العائلي مره اخرى. صراحه عجبني الحال الحمد لله، ما عندي حتى شي اشكال معاها، عايشين ترونكيل. الحمد لله كل واحد داخل سوق راسو. كنجي انا مخدمتي نجي نقول السلام هذا وندخل لبيتي، تصبحي على خير تصبحي على خير، ندخل لبيتي. شي مرات كنجلسوا مجموعين كناكلوا وصافي هكا كتمشي الحياه. صراحه الحمد لله عاجبني الحال. هاد الدار اللي انا ساكنه فيها دابا كنخلص 550 دولار بالكراج اللي كتحطوا فيه الطوموبيل وديك الشيء، يمكن 625 التوتال كامل بالضو بالماء بكل شيء فهمتي. ما كنزيد نخلص حتى حاجه اخرى. وقريبه الخدمه شي 7 دقائق.
حقا ما قلت لكمش على هذيك الدار اللي كنت ساكنه فيها قبل ما نجي لهادي، كانت محسوبه على كانساس، فهمتي، كانت محسوبه على الولايه كانساس، وانا خدامه في ميزوري، وكنت كنخلص دبل تاكسيس حيتاش ساكنه في كانساس، كنخلص الضريبه ديال كانساس حيت ساكنه فيها، وخدامه في ميزوري كنخلص الضريبه ديال ميزوري حيتاش كنخدم فيها. صافي فاش جيت لهاد الدار ما كنخلص، قلت لكم لا ما لا دوله حتى حاجه، قريبه الخدمه ما كيتسالاليش المازوت دغيا. المهم سيفيت بزاف ديال الحوايج، زيدوا عليها دابا ساكنه مع شي حد اخر اللي فهمتي يعني كانت كومونيكا، كاينه واحد الانتراكسيون غير مع الناس، كاين واحد الكومونيكاسيون، وهذا الشيء اللي انا عزيز عليا. وهذا مكان بالنسبه لكم الا كنتو يلاه جايين ولا جيتو ساكنين في شي دار ما عجباكمش، الا كنت انا في بلاصتكم اول حاجه نديرها زيلو، ثاني حاجه نديرها ماركت بليس، غنبقى نقلب في هادو بجوج، وداكشي راه كياخذ الوقت. داكشي علاش حاولوا انكم فهمتي ما توقعوش انكم تلقاو دار في نهار ولا يومين، الا ما لقيتوهاش تحبطوا، لا صبروا، بقاو تقلبوا، سولوا في الاتش ار ديالكم، دخلوا لهداك الموقع اللي قلت لكم ديال apartment.com حتى هو، وبقاو تقلبوا راه ما يمكنش ما تلقاوش، ضروري في اي مدينه كنتو في اي ولايه راه ضروري تلقاو، فهمتي. خاصكم غير تعتمدوا على راسكم وتظنوا بالله الخير باش ربي يجيب لكم الخير، وصافي ربي ان شاء الله راه دابا ييسر لكم. ولا كنتو يلاه جايين من المغرب قلت لكم راه كاينين جروبات في الفيسبوك، مثلا نتوما كتختاروا الولايه اللي نتوما ماشيين لها، مثلا خرجت فيكم القرعه ولا جايين في فيزا سياحه، المهم كتختاروا الولايه اللي نتوما باغيين تمشيو لها، كتدخلوا للتليجرام ولا الفيسبوك وكتكتبوا المغاربه المتواجدين في ولايه ميزوري، المغاربه المتواجدين في ولايه كانساس، وكيطلعوا لكم جروبات، كتدخلوا لهذوك الجروبات، تقدروا تحطوا بوست تقولوا راني كنقلب على الكرا ولا هذه، ولا تشوفوا ناس اللي حاطين دي بوست ديال انهم كيقلبوا على شي حد اللي كريم عندهم، وهكا كتبداو حتى تجيو بعدا حتى توصلوا لهنايا، وديك الساعات الا ما عجباتكمش الدار اللي نتوما فيها ولا الناس اللي نتوما معاهم غتبداو تقلبوا عاوتاني. اهم حاجه هي انكم توصلوا لهنايا، ولا خليتو بحال اللي قلت لكم لي ليميت بينكم وبين الناس اللي جيتو عندهم غالبا ما يوقعوش المشاكل. المهم ما تقربوش العلاقه بزاف وما تدخلوش شي في شي بزاف، صافي خليو سلام سلام الاحترام، وكل واحد يدير شغالو وديك الشيء اللي عليه وصافي، ويدخل سوق راسو وصافي هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون فادكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع موضوع واحد اخر. وكتبوا لي في الكومنتس مره اخرى شنو بغيتوا تشوفوا. شفت بزاف ديال الناس اللي قالوا لي هضري لنا على كيفاش تعلمتي اللغه، نقدر الفيديو الجاي نهضر لكم على اللغه، ولا بغيتوا شي حاجه واحده اخرى نبارطاجيها معاكم ولا تعرفوها قولوها لي في الكومنتس. وهذا ما كان، تهلاو في راسكم بزاف و see you in the next video. باي.